مساء جديد وأمل جديد من اسكندرية الجميلة. يا مساء الفل عليكم أو صباح الفل عليكم على حسب ما أنت بتشوفني إمتى. كل سنة وأنتم طيبين، كل متابعيني الأعزاء، متابعين قناة شوارع مصر مع مينا. هابي نيو يير أند ميري كريسماس. أتمنى ليكم عام جديد، عام سعيد، عام كله بركة ونعمة، وأنتم في طاعة الله وأمنه. إحنا خلاص بنودع عام 2022، والنهاردة آخر يوم في السنة 31 ديسمبر، وساعات وإن شاء الله هنكون 1 يناير 2023. هو بالمناسبة يعني إيه ديسمبر ويعني إيه يناير؟ ومين اللي سمى الشهور بالأسامي دي؟ حلقتنا النهاردة هتبقى على التقويم الميلادي، أصله، تاريخه، تطوره عبر العصور، وهنتكلم فيها كمان على يعني إيه سنة بسيطة ويعني إيه سنة كبيسة. طب هو ليه عيد الميلاد عند الغرب 25 ديسمبر لكن في الكنائس الشرقية بيعيدوا 7 يناير؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الحلقة. بس لو حضرتك أول مرة تشرفني في القناة، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. ولو عجبتك الحلقة ياريت تشيرها لصحابك وحبايبك عشان توصل لأكبر عدد ممكن. وياريت لايك جميل وكومنت جميل تقول انت بتشوفني منين، من أي مكان في العالم. فاصل صغير ونرجع تاني مع السنة الميلادية. وياريت نحضر واحد قهوة كده متين وركز معانا عشان الكلام اللي جاي كلام مهم جدا جدا. اوعوا تروحوا في اي حتة، خليكم معانا. لم يعرف التقويم الميلادي على النحو المعروف دلوقتي مرة واحدة، إنما خضع لتغيرات كثيرة ومراحل تاريخية كتيرة، خضعت لحسابات فلكية اقترنت أحيانا بالشكل الديني وأحيانا إرضاء للحكام أو بابوات روما أو قياصرة روما. طيب في الأساس من اسمه هو تقويم ميلادي نسبة إلى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفي الأساس بيدور على قاعدة حسبة السنين بعد ميلاد السيد المسيح، وينسب تغيير اسمه إلى الميلادي نسبة إلى راهب كان يسمى دينيسيوس. طب تعالوا بقى نبدأ الحكاية من الأول خالص من 7000 سنة. زمان من 7000 سنة تقريبا المصريين القدماء اكتشفوا الزراعة وبدأت حضارتهم العظيمة، وكانوا معتمدين في زراعتهم على نهر النيل اللي كان بيفيض كل فترة زمنية بمعدل ثابت. عشان كده قرروا يراقبوا الكون ويدرسوا الفلك ويلاقوا طريقة يقيسوا بيها الوقت عشان يعرفوا الفيضان هيحصل امتى وينظموا الزراعة. والمصريين القدماء كمان لاحظوا ان اول الفيضان بيبدأ مع اول ظهور لنجم اسمه النجم الشعري اليمني او نجم الشعرة اليمنية، واعتبروا ان اول يوم في السنة هو اول يوم بيظهر فيه النجم ده. وقسموا الفراعنة العظام السنة الى 3 فصول حسب مواسم الزراعة، وكان الشهر في السنة الفرعونية 30 يوم بالظبط. والتقويم ده كان أول تقويم يعرفه التاريخ، وتسمى بالتقويم الشمسي لأنه كان بيعتمد على حركة الأرض حوالين الشمس دورة كاملة كل 365 يوم. ولكن اكتشفنا بعد كده إن هي مش 365 بس، هي 365 يوم وربع. انقسمت السنة بقى إلى 360 يوم بمجموعة 12 شهر، وضافوا عليهم شهر صغير 5 أيام وسموه الشهر الصغير أو شهر النسيء. وما زال الشهور ال13 دي أو التقويم الفرعوني الشمسي ده بتمشي عليه كل الكنائس القبطية المصرية، وبنحسب بيه كل أعيادها ومناسباتها الدينية. واتسمت الشهور القبطية لأن احنا عارفين إن كلمة قبطية يعني مصرية، ولغاية دلوقتي الفلاحين في مصر من الأقباط أو غير الأقباط بتمشي بالشهور ال13 دي. وزي ما احنا شايفين ايه هي ال13 شهر دول؟ هما توت، بابا، هطور، كياك أو كياك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشمس، بقونة، أبيب، مصر، وأخيرا شهر النسيء أو الشهر الصغير اللي هو 5 أيام أو 6 أيام لو السنة كبيسة. طيب ممكن حد يسألني دلوقتي أمال بدأ التقويم الميلادي اللي ماشي عليه العالم كله إمتى؟ أقولك بس اصبر شوية عليا وهتفهم كل حاجة. بعد ما فهمنا قصة التقويم الشمسي أو الفرعوني أو القبطي، عدى آلاف السنين، وبالتحديد في القرن الأول قبل الميلاد
كان في الوقت ده الإمبراطورية الرومانية أو روما سيطرت على معظم بلاد العالم، وكبرت سطوتها قوي، فعملوا تقويم لنفسهم اسمه التقويم الروماني. في التقويم الروماني اعتمدوا على ان السنة 10 شهور بس، وكان التقويم ده بدايته بتعتمد على بداية تأسيس روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وكان عام 753 قبل الميلاد. ولكن لم يكن التقويم ده بيعتمد على ميلاد السيد المسيح، لكن بيعتمد على بداية تأسيس روما. ولم يكن التقويم الروماني بيعتمد على حركة الأرض حوالين الشمس زي التقويم المصري، فكانوا يحسبوا السنة 304 يوم موزعة على 10 شهور بس. والمفاجأة بقى إن كان التقويم الروماني بيبدأ بمارس وبينتهي بالشهر العاشر والأخير اللي هو ديسمبر، وكان في حوالي 60 يوم أو 62 يوم من غير يعني أسماء شهور كانوا على بعض اسمهم فترة الشتاء أو فترة الكبس، اللي هي جت منها بعد كده سنة كبيسة وسنة بسيطة. ولما بقى احتلت روما مصر بصوا للتقويم الشمسي المظبوط اللي هو 13 شهر اللي كان في مصر، ووضعت مصر بصمتها على روما وعلى الإمبراطورية كلها. فأعجب يوليوس قيصر بنظام التقويم الشمسي الفرعوني، فقام بتغيير التقويم الروماني من 10 شهور زائد فترة الكبس أو فترة الشتاء على يد علماء في مكتبة اسكندرية، وقالوا نضيف شهر يناير وشهر فبراير على 10 أشهر رومانية، وتبقى السنة الرومانية 365 يوم مش 304 زي ما قلنا. وكان في شهور فردية بيبقوا 31 يوم وشهور زوجية 30 يوم، وكان آخر شهر هو فبراير، لأن احنا قلنا إن بواقي السنة بتبقى في فبراير، ممكن يبقى 30 أو ممكن يبقى 29، 30 لو كبيسة و29 لو بسيطة. اتغير بعد كده التقويم من الروماني اتسمى اليولياني نسبة يوليوس قيصر، اللي هو عمل التغيرات من 10 شهور ل 12 شهر عام 45 قبل الميلاد. وطبعا لإرضاء الحكام زي ما قلنا قبل كده اتغير قاعدة الفردي من 31 يوم وقاعدة الزوجي 30 يوم، لأن اتغير الشهر السابع نسبة لميلاد يوليوس قيصر فيه، واتسمى بدل من الشهر السابع اتسمى يوليو. أما في عام 33 قبل الميلاد اتغير الشهر الثامن إلى أغسطس قيصر نسبة إلى أغسطس قيصر حاكم روما اللي هو حكم بعد يوليوس قيصر. فطبعا عشان ما يبقاش أغسطس أقل من يوليوس قيصر، فبقى شهر يوليو 31، وكمان شهر أغسطس خدوا من فبراير يوم اتحطوه على أغسطس بقى 31 يوم. طبعا اتغيرت بقى القاعدة خالص، فأصبح 2 يوليو أغسطس الاتنين ورا بعض 31 يوم، فما ينفعش سبتمبر وهو فردي يبقى 31 يوم، فاتغير بقى 30 يوم، وأكتوبر بقى 31 يوم، ونوفمبر 30، وديسمبر 31. تعالوا بقى نعرف امتى اتغير من الروماني أو اليولياني إلى اسمه الحالي وهو التقويم الميلادي. ظل العالم كده بالتقويم اليولياني حتى القرن السادس الميلادي، لما جه راهب اسمه دينيسيوس ودعا ان لازم السنة تبدأ بميلاد السيد المسيح مش ببداية تأسيس روما. ونجح دينيسيوس في دعوته، وكان الكلام ده في 525 ميلادية. ولكن للأسف ظلت الأسماء رومانية زي ما هي، فمعظم الأسماء الشهور على اسم آلهة رومانية، وفي بعضها على اسم الرقم اللاتيني القديم لترتيب الشهر، لأن احنا قلنا السنة كانت بتبدأ بمارس وبتنتهي بديسمبر.
نيجي بقى لآخر مرحلة من مراحل التعديل بتاعة التقويم الميلادي أو التقويم اليولياني، لما جه البابا غريغوريوس ال13 بابا روما عام 1582 ميلادية، واكتشف إن في مشكلة في السنة اليوليانية، أن الأرض بتدور حوالين الشمس مش 365 يوم وربع مظبوطة، لأ 365 يوم وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. فبكده الاعتدال الربيعي أو بداية الربيع بيقع في يوم 11 مارس مش في 21 مارس. فأمر بتعديل التقويم اليولياني، حيث تم الاتفاق على حذف 3 أيام كل 400 سنة، وتم تعديل التقويم اليولياني ليوافق الاعتدال الربيعي 21 مارس. طيب اتعمل الموضوع ده ازاي؟ اتعمل ان الناس نامت يوم 4 اكتوبر عام 1582 ميلادية، وصحيوا لقوا نفسهم 15 اكتوبر 1582 ميلادية، يعني اتحذف 11 يوم من التاريخ، ومن ساعتها اتسمى التقويم الجريجوري مش التقويم اليولياني، نسبة إلى بابا روما جريجوري. ولكن الكنائس الشرقية وقتها قاومت بابا روما اللي أصدر أوامره بتطبيق تقويم اللي هو التقويم الجريجوري وحذف ال11 يوم، وظلت الكنائس الشرقية تمشي بالتقويم الشمسي المصري دون حذف ال11 يوم، وظلت هكذا حتى استقر عليه كثير من الدول في القرن ال16 مدنيا وكنسيا. ولكن القيادات الدينية في الكنائس الشرقية لم تقبله، مثل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والرومية والأرمنية، واستمر على التقويم الميلادي اليولياني، وأصبح الفرق بينه وبين الجرجوري 13 يوم. وهي دي النقطة المهمة، عشان كده الكنائس الغربية بتحتفل بعيد الميلاد 25 ديسمبر حسب التقويم الجرجوري، أما الكنائس الشرقية بتحتفل ب7 يناير حسب التقويم اليولياني اللي هو المصري القديم. ومن حوالي القرن ال16 العالم كله مشي على التقويم الشمسي اللي اخترعه أصلا أجدادنا المصريين القدماء، وطوروه بعد كده الرومان وحددوا أسماء شهوره وعدد أيامه. لكن فكرة التقويم نفسها وبداية حساب التاريخ بدأت على أرض وشوارع مصر الجميلة. لو عاوز تعرف أكتر وأكتر على شوارع مصر الجميلة، اعمل شير الحلقة ولايك وكومنت. يلا أشوفكم في حلقة جديدة، وهابي نيو يير وشارع جديد من شوارع مصر.